ارتفاع سعر السولار وتثبيت سعر البنزين وسميح ساويرس مش هيستثمر في مصر تاني، ومصطفى البكري بقى شايف ان نكران الجميل بقى طبع رجال الاعمال اليومين دول. تعالوا نشوف ايه اللي حصل الكام ساعه اللي فاتوا. لجنه التسعير قررت زياده سعر السولار جنيه للتر، وبكده بيكون سعر لتر السولار 8 جنيه وربع بدءا من النهارده الخميس 4 مايو الساعه 2 صباحا، وثبتت سعر بنزين 80 عند 8.75 في اللتر، و10 وربع بنزين 92، و11 ونص بنزين 95. وتوقعات بانخفاض اسعار الوقود والطاقة بنسبة 26%، اللي قد يكون مصدر تفاؤل للاقتصاد المصري والعالمي إن شاء الله. نروح بقى لرجل الأعمال سميح ساويرس اللي طلع في مقابلة أثارت الجدل مع قناة العربية، قال فيها إنه وقف استثمارات في مصر وبيفكر جديا في الاستثمار في السعودية. وتابع ساويرس وقال إن اللي وصلنا للوضع اللي احنا فيه هو وقف الإنتاج والبيع والاستيراد طول السنتين الأخر. وقال احنا نظريا خلينا الجنيه ثابت قدام الدولار، لكن عمليا الاقتصاد كله مخنوق، لا في بيع ولا في إنتاج ولا في استيراد. كمل وقال إن وقف استثمارات في مصر بسبب ضبابية سعر صرف الدولار واللي خلته مش عارف راسه من رجليه. وقال ساويرس انه هيوجه استثماراته للسعودية واللي حصلت فيها ثورة بكل المقاييس. بعض الناس اتضايقت من تصريحات ساويرس، منهم مصطفى البكري اللي طلع وقال ان مش من الوطنية خالص اثارة الجدل في توقيت حرج زي الوقت ده. وكمل بكري وقال ان ساويرس عمل مليارات الدولارات في مصر، بس نكران الجميل بقت سمة اليومين دول. واضاف مصطفى البكري ان ثروة آل ساويرس تقريبا 10 مليار دولار، بس مفيش منهم ولا مليار جوه مصر. وختم بكري كلامه وقال ان مصر هتتعافى من ازمتها قريب بسبب المصريين المخلصين اللي بيحبوا مصر اكتر من حبهم للفلوس. ده كان ملخص للي حصل، ما تنساش تسيب لي رايك في التعليقات.